السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بصوا، جوع اخر الليل في السقعه اللي احنا فيها دي. كان عندي حوالي يعني اقل من نص كيلو سجق كده. قطعته قطع زي ما انتوا شايفين، وكمان قطعت معاه طماطم وبصل وفلفل رومي ويعني واحدة بس فلفل اللي هي الحراق، الشطة الحراقة دي، وفصين 3 توم. تعالوا بقى اقول لكم على الكارثة اللي انا هعملها اخر الليل. هتجيبي كده صينية، مقلاية، اي حاجة، وتنزلي بشوية زيت، وتحطي الاول السجق او الصدق حسب ما بتقولوه. هننزل بالكمية اللي معانا. عايزة اقولك بصي، الطبق ده والله بيتعمل في 10 دقايق. فيعني بصوا، الشتا ده هيودينا في داهية، هنخرج من الشتا ده بطة بتدقلك في الارض. فزي ما انتوا شايفين كده، هشوح السجق. وبعد ما شوحته هعمل ايه بقى؟ هنزل بالطماطم والبصل والفلفل الرومي والفلفل الحراق والثوم بتاعنا، ونديله برضو تقليبة سريعة. ماشي. هنجهز بقى ايه البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا ملح، فلفل، كمون، شطة، معلقة كزبرة صغيرة، تمام، وبهارات السبعة. خلاص، هننزل كده ايه ببهاراتنا الجميلة على شوية السجق اللي زي العسل دول. واصلا السجق لما بيبقى كمان يعني ايه في سيكة حرقية كده، حراق كده ونار، بيبقى تحفة. هننزل يعني بصوا زي الفنجال ده كده او الكوباية الصغيرة دي، هننزل بيها كده ايه على السجق بتاعنا، ونسيبه لغاية إيه ما المية اللي احنا حطيناها دي تتشارب، علشان البصل والفلفل والطماطم والحاجات دي ايه تستوي مع السجق بتاعنا. زي ما قلت لكم والله، بصوا 10 دقايق طقت في دماغي بالليل كده وانا جعانه، هاكل ايه هاكل ايه، قعدت ادعبس، ظهر لي كيس السجق ده. هنسيبه بقى زي ما قلت لكم، وتعالوا بقى ايه اوريكم الجمال. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ الطبق ده كان في نهايه بقى ما خلصت بقى ايه وظبطته كده، رغيف بلدي بقى محترم، وتاكلي بقى السجق بالطريقه دي، حاجه كده عظمه عظمه. بس انا قلت لكم انا ماليش دعوه لو جيتوا في نهايه الشتاء بقيتوا بطه بتدقلك في الارض زيي، انا ماليش دعوه، ما تقولوش رنا اللي قالت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وتعملي سبسكرايب للقناه، واستنى الكومنت الجميل منكم، واسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.